من على ضفاف نهر فلتافا في مدينة براغ، وهاي الأجواء الجميلة. كونوا معي بجولة ممتعة في هذه المدينة الجميلة. مرحبا من مدينة أو عاصمة التشيك، مدينة براغ الشهيرة. وخلفي طبعا هذا الكنيسة أو الساعة العالمية. وأنا الآن في الأسواق راح أخذكم جولة جدا جميلة، كونوا معي. طبعا تشتهر هذه المدينة بكثر معالمها السياحية، كثير عندها مواقع أثرية ويزورها كثير ناس من كل العالم. لاحظ الازدحام الموجود، كثير من الناس، أسمع كثير لغات موجودة، من إيطاليا، من ألمانيا، من بولندا، دول شرق آسيا، من اليابان. كثير أماكن حلوة راح نشوفها، فخلوكم معاي. بضايع جدا جميلة أيضا موجودة هنا، وأكو محل هذا الكهرمان تشوفوه. هذا طبعا كله مصدره شرق أوروبا، من أوكرانيا ومن روسيا وأيضا ألمانيا وبولندا. نلاحظ الجمالية مالته كلش رائع. العراقيين كثير يحبون، أو الخليج بشكل عام يحبون الكهرمان، هذا الحجر للسبح وأيضا للقلادات. أيضا تمتاز بكثير من الكنائس الموجودة. لاحظ هذه جدا قديمة، وتاريخ هذه المدينة قديم، يعود إلى 1200 سنة تقريبا. يعني معلومات ما مؤكدة عندي لما شفتها، بس تقريبا 1200 سنة عمر هذه المدينة. راح ندخل إلى سوق الخضروات والفواكه الطازجة، موجودة هنا أيضا في هذا الشارع. هنا هذه الشوكولاتة أنواعها موجودة في هذا المكان. أيضا هذه كلها للهدايا. وهنا أيضا يتكلمون الروسية. شاهد هذه جمالها. جدا جميلة، كلها الهدايا هذه، وأسعارها أيضا يعني 150 بالعملة مالتهم تعادل هي 6.5 يورو. أتمنى لكم جولة ممتعة معاي. هاي للمطابخ. هنا هذه كلها فواكه طازجة. التوت البري، التوت الأحمر، التوت الأسود، الفراولة، وأيضا الخوخ، وأيضا الكرز. وهذا أنواع العسل الموجودة، ما يعادل تقريبا 10 يورو للعلبة اللي هي 250 جرام. هذا العسل الأبيض جدا رائع. هنا طبعا الكحول يبيعوها بدرجات جدا عالية، يعني نسبة الكحول فيها عالية جدا. هذه كلها بيو، يعني كلها طبيعية، ما فيها أي مواد حافظة، مزروعة بدون مواد كيميائية. هذه القهوة بأنواعها موجودة في هذا البازار. أيضا البهارات حاطيها. في هذا السوق أيضا الحقائب الجلدية موجودة، وهذا
جلد حبيبهم، هذا الحلوف. فواحد يتحرص من يشتري من دول أجنبية إنه الجلد يسأل عنها إذا كانت الحيوانات يعني نجسة جلكم الله، أو حيوانات عادية يعني ممكن لبسها واستخدامها. أنا متجه إلى مقهى مشهور جدا في براغ، فنجلس فيه الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهر. معاي نشوف المكان اللي كان نجلس فيه هذا الشاعر العظيم في منفى. أيضا في جولات سياحية بهذه السيارات المكشوفة القديمة. وأيضا هذه السيارات الأخرى المكشوفة. وهذه هي الكنيسة والبوابة اللي راح نروح لها. نلاحظ هذه السيارات الإيجار أو رحلات سياحية داخل المدينة بالقرب من بولفار تور، وبرج بولفار مكان مشهور في براغ. تلاحظون السياح كثير موجودين ومن كل الجنسيات. التجول بالمدينة جدا رائع، خاصة في المدينة القديمة، لأن ما في سيارات غير السيارات السياحية. وبالقرب من البرج في محل السجاد والأنتيكات جدا رائع. خلينا نشوف مسموح التصوير داخل ولا لا. طبعا المكان جدا بارد، قديم أثري. تماثيل آلة كمان قديمة. كل طبق يذكر قصة وحكاية. جميل جدا. حناجر 35 يورو. Já myslím, že nám ani nebude stačit, jak budeme dělat tohle. No. Zajímavě, vždycky hned pryč. هذا الطقم كامل ب85 يورو، يعني تقريبا $100 إلا شوية. يعني محلات الآيس كريم مليان، ازدحام كل هذا على الآيس كريم. شوف هذا الترام القديم. وصلنا إلى مقهى الجواهر اللي كان نجلس فيه. هذا المقهى اللي هو في الركن. خلينا ندخل للمقهى ونشوف.
نبدأ بالدخول إلى المقهى الذي كان يجلس أول ما دخلنا اشتغلت النافورة. هذا هو المقهى راح ندخل له. هذه هي المقهى. الجواهري كان يجي هنا يقعد. خلينا نشوف المكان. مرحبا. طبعا هسه أنا جالس بنفس المقهى اللي كان يجلس فيه الشاعر محمد مهدي الجواهري، وراح نطلب القهوة وأشوفكم المكان والإطلالة اللي تطل على النهر الموجود على يسار. No, but you have a cookie on the side. You have cookies. No cookies, guys. وبعد ما شربنا القهوة في هذا المقهى راح نمشي على الجسر والنهر نشوفه. مدينة صاخبة مليانة سواح. خلينا نعبر ونشوف الجسر. جولات سياحية على النهر. خلينا نروح للوسط. شوفوا النهر يعني ما كثير يمكن عميق، أو صار في نوع من الجرف ماك في مي قليل. ومن هذا المكتب واحد يقدر يستأجر البوت تريبس، يعني خلينا نقول بطايق للجولات السياحية في هذا المكان. بعد هذه الجولة على هذا النهر راح أعبر واطلع في المطعم عربي، مطعم سوري بهذا الاتجاه. هذا ترماي مثل موجود في اسطنبول. الترماي مليان، مزدحم جدا. الآن أنا باتجاه هذا المطعم العربي، مطعم سوري. نشوف الأكل اللي عنده هناك، والمكان والجو رائع جدا. اللي يحب يزور براغ يجيها وقت السبت، تكون جدا مزدحمة وبها فعاليات كثير ومناطق جدا حلوة. واحد ممكن يستأجر هاي القوارب. شفنا هذا المطعم وبإطلالة كلش حلوة على النهر. راح نروح على المطعم هذا ونشوف، ممكن يكون فيه أكل إيطالي. نشوف هذا المعرض. هذا عطر ملعود، خليني أجربه.
واو والله رائعة جدا قوية، كثير حلو. مم. الظاهر عندهم احتفال هنا. هلو. هاي منتجاتهم، هاي اللوحات البيع. خليني أسأله على Can I ask you about this perfume? Sorry? This perfume. Yeah. Yeah. It's for oud. Yeah. It's 5,000 crowns, pretty much. So in euros, in euros. Yes. I سعره 4999 أو 4990 بالعملة التشيكية. شوف ايش قد راح يصير المبلغ مالها باليورو. شوفوا. can. 24 No. 204 يورو. 200. Yes, thank you. شكرا. I can't taste it. Do you want to buy it? No, taste. Oh yeah, of course. Okay. Wow. Thank you. باي باي. خلينا نطلع منها نروح إلى مكان آخر. إلى المطعم. مطعم العربي ما عجبنا، فجينا على مطعم تشيكي إيطالي. عنده الأكل، بيتزا، عنده خضروات، عنده سلطات. تشوفون المكان جدا جميل. المكان هنا حلو. أيضا الأجواء جميلة في براغ. اللي يحب يجيها بأوقات يعني عطل حتى يستفاد ويستمتع أيضا مع الناس الموجودين. من على ضفاف نهر فلتافا في مدينة براغ، وهاي الأجواء الجميلة. أرجوكم لا تنسوا الاشتراك، دائما فاعلوا، وأماكن جديدة إن شاء الله تكون في مدن أخرى. تحياتي.